ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحه وبسعاده. هنعمل مع بعض الميك اب لوك ده، وهنجرب مع بعض برده حاجات جديده هنجربها النهارده لاول مره، وهنقول راينا فيها. لو انت عايزه تعرفي الميك اب لوك ده اتعمل ازاي كملي معايا الفيديو للاخر. بس استني، لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تنزلي تعملي اشتراك من المربع الاحمر الموجود تحت الفيديو، وهتلاقي جرس صغير دوسي عليه او فعليه عشان يوصلك مني اشعار او نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. وغير كده طيب، اول حاجه هبتدي اجربها معاكم والاول مره هنجربها وما شفتلوش ريفيوهات في اي حته، الاي برو الجديد ده من انجريد. البنات اللي مش عارفه، انجريد دي براند بين الدراج ستور والهاي اند، مش عارفه تشخيصها ايه، بس هي يا دراج ستور يا هاي اند. البنات اللي عارفه البراند بتاعت انجريد تقييمها ايه تكتب لي تحت في الكومنت. جبت من انجريد جل الحواجب ده من عندهم عشان نجربه النهارده سوا. جل الحواجب ده جايباه من عند مصطفى سنتر. الدرجه اللي معايا دي انا ما لقيتش منه غير درجتين بس، درجه اسمها براون والدرجه الثانيه كانت ميديم براون، مش فاكره الدرجه الثانيه كانت ايه، بس الثانيه كانت افتح. جبت الدرجه اللي هي البراون عشان زي ما انتم شايفين حواجبي سودا جدا، فجبت الدرجه دي من انجريد. اول حاجه لو هنتكلم على حجمه او هنقارنه بينه وبين اي جل حواجب تاني جربناه قبل كده، لا هو حجمه اكبر شويه. بصوا انا فتحته واستعملته كذا مره عشان لما اطلع في الفيديو دلوقتي اكون مكونه رايي شويه فيه. حجمه 5 جرام ويجي بالشكل ده. في منه تقريبا درجات، الدرجه اللي معايا دي اسمها براون. هبتدي بقى اشيل البتاعه من عليه خالص. عايزه احط واكس في حواجبي ولا اي حاجه، مش هعمل حاجه غير ان انا هبتدي اسرح كده. والبنات اللي بتسالني بتشتغلي بفرشه ايه او بتحبي فرشه ايه دايما في رسم الحواجب، هي الفرشه دي من بيلي او بيل. الفرشه دي انا بحبها جدا. اسرح بس الحاجب زي ما انتم شايفين، لان انا الحاجب معايا يعني في شعر الحمد لله، مش محتاج حاجه غير ان احنا بس نملى الفراغات. فانا لو تقل مني الحاجب هيتقل مني عشان انا بوريكي الجل. اول حاجه عايزه اقول لك ان الجل ده سعره مناسب جدا، كان تقريبا ب 120 او 125، يعني ارخص جل حواجب ممكن تلاقيه موجود. تاني حاجه كمان ان هو واتر بروف، يعني حلو جدا لو بتستعمليه في الصيف للبنات اللي المنطقه دي عندها بتعرق على طول. معنى ان هو واتر بروف ان هو ثابت. بصوا درجته عامله ازاي. عايزه اقول لكم هو ناعم كمان جدا، بس انا اللي مش واخده منه بصراحه كميه، فانا هاخد منه شويه كده وهمسك الفرشه برضو اعمل كده عشان الفرشه ترفع معايا اكتر. وهبتدي ارسم بيه على خفيف وهخف ايديا جدا لان الدرجه اللي معايا مش فاتحه زي ما قلت لك. لو انت حواجبك فاتحه تقدري تجيبي الدرجه اللي هتكون مناسبه معاكي. انا جبت الدرجه اللي هي البراون عشان اجرب المنتج لاول مره، وفي نفس الوقت عشان انا حواجبي سودا ما حبيتش ان انا اجيبه للشغل دايركت، لا انا حبيت ان انا اجيبه لبشرتي انا ولون حواجبي انا، عشان لو ما طلعش حلو ما احطهوش في حاجه الشغل او ما احطهوش في شنطه الميك اب بتاعتي. وهبتدي ارسم الحاجب على الطريقه العاديه التقليديه جدا، من غير هير باي هير ومن غير اي حاجه، لان انا اكتشفت ان ناس كتير قوي ما بتحبش شكل حواجبها هير باي هير يا بنات على فكره، رغم ان احنا بنجري ورا الترند وبنعمل الحاجه الجديده، بس في حرفيا ناس كتير بتحب شكل الحاجب اللي هو العادي والطبيعي ويكون ناتشورال قوي بالشكل ده. انا يا دوب بملى بيه بس فراغات. كانت بتسالني كمان فرشه الحواجب دي منين. فرشه الحواجب دي من عند كوكتيل ستور، من عند فاطمه. هسيب لكم برده اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس. كده هاخد السوبرا كلر درجه جيجي وابتدي انضف بيها الحاجب. هاخد منها كميه قليله جدا ومش هنزل بيها على جفن العين، لان انا هجرب معاكم النهارده حاجه على جفن العين اول مره هجربها، ونتكلم عليها ونشوف مناسبه كمان لسعرها ولا لا. بحاول لما بجيب اي حاجه جديده اطلع اجربها على نفسي الاول، واطلع اجربها معاكم الاول قبل ما اشتغل بيها. ابتدي احرد الحاجب بالطريقه اللي انا عايزاها كده، وعايزه اطيره من ورا شويه بالشكل ده. انضف بيه الحاجب من فوق لان انا حابه قوي ان شكل الحاجب معايا يكون شارب جدا. دي اعمل بلاند كده على خفيف للاطراف.
طيب انا بقى هنا قلت ما بدهاش وعايزه اجرب حاجه كل الميك اب ارتست الكبار المشاهير بيتكلموا عنها، وهو البيز بتاع بلويس. ايه هو البيز بتاع بلويس ولازمته ايه يا نهى، ونجيبه ولا لا؟ هقول لكم دلوقتي كل حاجه عنه. البيز بتاع بلويس ده بيز، يعني ايه بيز؟ زي ما اتعلمنا مع بعض ان البيز ده بيكون شبه الكونسيلر، بتعمليه تحت الاي شادو عشان يديكي تغطيه اعلى وفي نفس الوقت يخلي لون الاي شادو اقوى، والاهم من ده وده ان ما يخليش الاي شادو بتاعك يخطط خالص. فده البيز اللي هو اسمه بتاع بلويس. البيز ده بيجي بالشكل ده، والبيز ده يا بنات فيه منه درجات جدا تستغني عنه بالكونسيلر. يعني لو عندك كونسيلر هيقضي وهيوفي، هيوفي الغرض جدا عن البيز. بس انا لازم اجرب، بما اني يعني في مجال اليوتيوب لازم اجرب كل حاجه واطلع كمان انقل لكم تجربتي من خلال المنتج اللي انا بجربه. فانا بنات طلبت البيز بتاع بلويس، جبته من عند مرمر، وصلني بالظبط ب 625 جنيه. ده الحجم الكبير، في منه حجمين، في منه الحجم الكبير وكمان في منه الحجم الصغير. والشيد اللي معايا ده رقم 2. بيتعمل بيه ايه وهيتحط فين؟ هيتحط بدال الكونسيلر بالظبط. مش احنا كنا بنحط الكونسيلر بتاعنا هنا، هو برضو هيتحط مكان الكونسيلر بالظبط، وهتعامليه معامله الكونسيلر عادي جدا، وابتدي افرشه على جفن العين بالشكل ده. وانت يا دوب بتاخدي منه نقطه واحده بس على جفن العين كله. بتعمل ايه انت الكونسيلر ما بيعملهوش، او بتعمل ايه انت برضو زياده عن الكونسيلر؟ والله يا اختي ما اعرف، هنعرف دلوقتي كلنا مع بعض. اديني كده دمجته على جفن العين كله، عليه كمان بالبيوتي بلندر. هي التانية برضو هحط نفس النقطة، وكوني حريصة ان انتي تحطي نقطة بس يا دوب بالشكل ده. اقول لكم كمان ان ده حجمه كبير جدا، ده حجمه 30 مللي، يعني حجمه زيه زي اي فاونديشن. لو انت حبيتي تجيبيه او انت ميك اب ارتست وحبيتي يكون معاكي في شنطتك، ممكن تجيبي منه الصغير، مش لازم الكبير ده. انا حرفيا لما كنت طالبه ما كنتش عارفه ان في منه حجمين كبير وصغير، فطلبت ده على طول. بس عرفت بعد كده ان هو في منه 30 مللي، وعلى ما اعتقد في منه ال 15 مللي، فممكن جدا تجيبي منه ال 15 مللي. زي ما قلت لكم جايباه من الجروب عند مرمر، هسيب لكم لينك الجروب بتاع مرمر تحت في الديسكريبشن بوكس. المفروض ان هو التغطيه بتاعته عاليه جدا، والكفر بتاعه عالي، وبيداري اي حاجه موجوده في البشره. وزي ما انا شايفه كده ان انا عندي عروق في عينيا خضراء وزرقاء كده، شايفاها دلوقتي، وببتدي احط عليها وفعلا مداريها. حاسه ان انا بنقل لكم ماتش كوره، مش عارفه ليه. بيك انتي والله العظيم البتاع ابو 120 جنيه بتاع الحواجب ده قمر، لغايه ما نشوف اللي احنا بنجربه ده. قال بقى ان هو بينشف ومش بيحتاج كمان لوز باودر، فانا على كده هبتدي احط الاي شادو بتاعي على طول عشان هجرب معاكم برضو حاجات جديده. فانا طلعت باليت الاي شادو بتاعتي دي من جوسي بيوتي، وهبتدي اعمل لوك عادي جدا عشان معانا النهارده جليترات جديده عايزين نجربها مع بعض. الدرجه دي واحطها كلون انتقالي. مبدئيا هو خلى الحاجه تندمج عادي جدا، يعني ولا كلكع ولا كتل، وكمان انا حطيته على طول من غير ما احط باودر. فدي بوينت بالنسبه له. ايه هي البوينت بتاعته؟ ان هو ما بيحتاجش كميه لوز باودر ان انت تحطي عليها، ان انت بس بتحطيه وبترجعي تحطي عليه لون الاي شادو بتاعك على طول. يعني ما اختلفش كتير ان احنا نحط كونسيلر وبعدين نحط شويه لوز باودر وبعد كده نشتغل بالاي شادو. فرق السرعات وفرق السعر يا سيدي هنا بيفرق. مكملين لغايه ما يشوف النتيجه. هبتدي ادمج كده، وخدت لون انتقالي زي ما انتم شايفين من الباليت دي بتاعت جوسي بيوتي. وبعد كده هاخد درجه تانية اللي هي مثلا الدرجه دي، فرشه صغيره، وخدت اللون كده وابتديت احطه في المنطقه بتاعه الكريس. الخطوات بتاعتنا النهارده سهله جدا ما فيهاش اي مشكله، واي بنوته كمان هتقدر تطبق اللوك ده بمنتهى السهوله. المميز لغايه دلوقتي ان هو ولا خطط معايا ولا كلكع معايا ولا اتحرك معايا، ما يستاهل بصراحه سعره كتير بالشكل ده. طب لو انتي بنوته مبتدئه تقدري بقى تعقدي نفسك وتقولي لا انا لازم ده يكون عندي وده هو اللي مطلع لي الدنيا بيرفكت، او ده هو اللي مطلع لي الدنيا قمر، زيه زي اي كونسيلر في الدنيا. اهم حاجه لاختيارك للكونسيلر، تركايه قلناها كتير لازم تكون في بالك. لو هتستعملي كونسيلر على جفن العين لازم يكون الكونسيلر بتاعك بينشف بسرعه. طب ليه الكونسيلر بينشف بسرعه؟ نفس الفكره بالظبط، ان هو بينشف بسرعه. طب ليه ان هو بينشف بسرعه؟ عشان لما بينشف بسرعه ما بيديش فرصه للاي شادو يخطط، وفي نفس الوقت ما بيتحركش تحت الاي شادو بتاعك.
غير لما يكون قوامه زيتي او القوام بتاعه كريمي قوي فيبتدي يتحرك ويفضل رايح جاي معاكي طول فتره الدمج. فلو معاكي تجيبي البيز بتاع بلويس، لو معكيش تجيبي البيز بتاع بلويس، اي كونسيلر بينشف بسرعه هيكون معاكي بيرفكت جدا في الخطوه دي. ولو عايزاني ارشح لك حاجه منهم هيكون الكونسيلر بتاع لوريال انفينبل اللي هو ده، وهيكون الكونسيلر كمان بتاع ال جيرل. الاثنين كونسيلر دول بينشفوا بسرعه وحلوين جدا كبيس، وكمان سعرهم يمكن ربع سعر ده. معايا الفرشه اكتر وهاخد اللون البني ده، ابتدي اقفل بيه الكورنر ده من هنا كده. الدنيا سهله جدا اهي. ليه بنحط لون غامق؟ عشان بيديكي عمق لعينيكي اكتر، او للعين اللي انت شغاله فيها اكتر. عايزين نجربه معانا تجربه كمان ان هو اقطع بيه الهاف كات كريس او اقطع بيه الكات كريس بتاعتي. الحركه دي بنعملها برده بالكونسيلر عادي جدا. كل اللي انا هعمله هاخد يا دوب منه نقطه دوب، هي النقطه اللي انا خدتها دي، وهبتدي اعمل كده واقطع بيها جفن عينيا. حتى وانا بقطع حاساه ماسك نفسه، مش حاجه بتروح وبتيجي معايا، لا هو ماسك نفسه جدا. كده عملت لنا ايه انت عن الكونسيلر بيعمله؟ ولا عملت اي حاجه زياده عن اللي الكونسيلر بيعمله، بس ماشي. نبتدي بس نطبطب عليه كده عشان يكون مدموج معانا كويس، عشان نجرب الحاجه اللي معانا. والنهارده عايزه اجرب معاكم الجليترات بتاعه شمس. قلت لكم عليها قبل كده ان انا بحبها جدا جدا جدا، وكمان لو هتقارنيها بجليترز كتير موجوده في السوق شبه هيلين وكارلا وانواع كتير موجوده، بتلاقيهم مثلا موجودين في رينج 500 جنيه واقل منه بيوصل معاكي ل 300 جنيه. الجليترات بتاعه شمس دي ما بيوصلش سعرها للواحد 75 جنيه او 100 جنيه ويمكن اقل. انا مش عارفه السعر بالظبط ايه، لان انا عارفه ان الاسعار واسعار الجليترات عند شمس كمان رخيصه جدا. لو جينا اتكلمنا بقى على حجم الجليتر عند شمس، حجم الجليتر عند شمس 7 جرام، يعني العلبه كمان بتجيلك مليانه على اخرها. بصي انا لو فتحت اي علبه، العلبه حرفيا مليانه على اخرها جليتر. تقريبا العلبه بتاعتها دي 7 جرام، كل انواع الجليتر وكل الدرجات وكل حاجه انت عايزاها. لو مخصوص هي ممكن تعملها لك، ابعت لها الدرجه او شكل الجليتر او لون الجليتر اللي انت عايزاه وهي بتنفذه لك. وبصراحه انا كنت طالبه منها الدرجه دي بالتحديد اللي هي رقم 43، بس مش هستعملها دلوقتي. دي على روز جولد شويه، بتكون ممتازه جدا وكل العرايس بتحبها. عايزه انا احط من عندها برده دلوقتي درجه على جولد كده. ده بس قبل ما ابتدي اوريكم حاجه، ده الجليتر بتاع شمس. الدرجه اللي انا هستعملها دي رقم 27. عندي جليترات كتير من هيلين وكارلا. الجليتر بتاع هيلين وكارلا تقريبا ده ب 300 وده ب 500، ونفس الباكج وبيجي لك نفس الشكل ونفس العبوه ونفس الحجم وكل حاجه. وده سعره ما بيوصلش مثلا ل 70 جنيه او 100 جنيه زي ما قلنا. تعالوا كده نجرب. الدرجه اللي انا هحطها دي درجه 27. كمان جبت من عند شمس الجلو جليتر اللي هو ده. الجلو جليتر ده ممتاز، بس عشان انا جربته مره واثنين وثلاثه تعالوا اقول لكم مشكلته ايه. الجلو جليتر ده مشكلته ان انت لو كترتي منه بيعمل طبقه قشره، يعني بيعمل طبقه ويبتدي يقشر معاكي. عشان تستعمليه صح حطي منه كميه قليله جدا جدا جدا. بصوا البس خطط، ما هو بيخطط اهو، ما هو زي الكونسيلر بيخطط برضو. نبتدي نطبطب على البيز، ولا هو عشان غالي قلنا مش هيخطط؟ لا كله بيخطط. فهنبتدي بس ندمج كده كويس، وهاخد الجلو جليتر وهبتدي احط منه اقل كميه زي ما قلت لكم، عشان انا لما اشتغلت بيه وابتديت احط منه كميه كبيره ابتدى يعمل طبقه معايا شبه القشره كده. بصوا بالشكل ده ابتدي احطه كده على كل المكان اللي انا عايزه الزق فيه الجليتر. ومش هحاول احط الابليكيتر في العلبه تاني عشان خلاص هي الكميه دي اللي انا خدتها. الجليتر اللي انا قلت لكم عليه بصبعي كده وهبتدي احطه. بصوا الجليتر ولمعته عامله ازاي. استنى راح النهارده بالشكل ده. وطبعا بما ان صبعي مش هتدخل في الحتت الضيقه فانا هجيب فرشه وابتدي احط. وطبعا زي ما اتعودنا مع بعض يا ست البنات، لو ناويه تعملي لوك فيه جليتر خلصي العين الاول وبعد كده اشتغلي على البيز بتاع البشره، عشان الجليتر ملهوش كبير. تيجي تعملي البيز بتاع البشره تلاقيه نزل معاكي في كل حته ولعلط لك الوش كمان، تكوني انت بس قاصده تلعلطي العين بس وتلاقي البشره كلها لعلطت معاكي من الجليتر، لان الجليتر ما بيهزرش. بصوا اللمعه بتاعت الجليتر عامله ازاي.
وابتدي بقى اساوي وهنتفي على القطعه اللي انتي قطعاها. حطي جليتر. ابتدي اعمل كده، احط الجلو بتاع الجليتر. الجلو بتاع الجليتر ده عجبني جدا، وكمان انا لزقت بيه استراس. كان في لوك عاملاه في الكورس عندي، هحاول احط لكم صورته هنا. لزقت بيه استراس ولزق الاستراس معايا حلو جدا. مشكلته الوحيده ان انت لما بتكتري منه بيبتدي يعمل طبقه. الدرجه دي يا بنات خطيره خطيره، ولما الميك اب يكمل هتبان معانا جدا بالشكل ده. وانا جايبه درجات كتير جدا من عند شمس، ومش اول مره اجيب من عندها درجات. عندي درجات كتير منها في الاستوديو، وعندي درجات كتير تاني منها جوه. الوان الجليتر بتاعتها حلوه، وكمان الوان البيجمنت بتاعها حلو، لان هي عندها بيجمنت وعندها جليتر. ولو اتكلمنا تاني ايه نوع الفرق بين البيجمنت والجليتر، البيجمنت بيكون سايب زي ده ما فيهوش جليتر خالص، انما الجليتر بيكون حبيبات زي اللي احنا حاطينه. يعني البيجمنت بيكون حاجه شimmer كده ناعمه من غير جليتر خالص. فعندها بيجمنت وعندها جليتر، تقدري تجيبي منها الالوان اللي انت عايزاها. هسيب لكم برده اللينك بتاع شمس ستور تحت في الديسكريبشن بوكس. في لمعه كده خطير. بصوا يا بنات، البيجمنت بيكون ناعم قوي كده زي ما انتم شايفين. بصوا لمعته عامله ازاي، تحفه. كمان بيجمنت. بصوا بقى الدرجه دي للبنات اللي بتكون عايزه حاجه فيها لمعه، وفي نفس الوقت بتكون ما بتحبش الجليتر. عشان بيقابلني بنات كتير قوي كده عايزه يبقى فيه لمعه في العين، بس هي ما بتحبش الجليتر. ففي الحاله دي بنلجأ للبيجمنت. بصوا البيجمنت بيديكي نفس اللمعه اللي هي بتاعه الميه دي، وفي نفس الوقت بيكون شكلها لطيف جدا، بس مش جليتر. يعني ده بصوا ناعم ازاي، ده ما فيهوش حبيبات جليتر خالص، غير اللي احنا حاطينه فوق العين. اللي احنا حاطينه فوق العين فيه حبيبات جليتر واضحه وصريحه. وكمان عندها كومباكت شيمر اللي هو بيجي بالشكل ده. بصوا ده كومباكت شيمر، يعني شيمر مضغوط بالشكل ده، نفس ده بالظبط، بس التاني لوس وده كومباكت اللي هو اهو. نفس الفكره بالظبط، اللي هو اللمعه من غير جليتر ولا اي حاجه. وبنات كتير قوي بتحب الموضوع ده، لان في بنات كتير ما بتحبش الجليتر وبتحب الموضوع يكون في لمعه بس من غير جليتر. ففي الحاله دي بتلجئي على طول للكومباكت شيمر او البيجمنت. عرفتي كده الفرق بين الجليتر والبيجمنت. عايزه اخد اللوز ده اللي انا قلت لكم عليه من شويه، واخد منه نقطه صغيره كده بايديا برده، وابتدي اطبطبها هنا بين اللون وبين الجليتر. شايفين اللمعه؟ بعد كده فرشه فاضيه وابتدي ادمج واشيل الزياده من فوق، لان انا عايزاه في مكان معين، مش عايزاه يبقى موجود في كل العين ولا متنطور في كل العين. بعد كده عايزه ارسم ايلاينر. كده هبتدي اركب الرموش بتاعتي. هركب الرموش بتاعتي من جي 600. قلت لكم ان انا بحب الرمش ده جدا. الباليت بتاعه الاي شادو هاخد الدرجه دي وابتدي احطها حاجه خفيفه كده تحت الحاجب عشان الايه تضوي معانا، حاجه خفيفه قوي كده. بصوا والناحيه التانيه. طيب بالشكل ده انا عايزه انضف بشرتي من كميه الجليتر والاي شادو اللي وقع عليها. شمس كمان عامله لنا مزيل ميك اب، ابتدي انضف بيه بشرتي كويس جدا. عايزه اقول لكم بيشيل الميك اب حلو جدا، وتقريبا فيه زيوت وجوز هند وريحته حلوه قوي. مشكلته الوحيده ان هو ما تحاوليش تقربي منه عند العين، عشان لو حاولتي تقربي منه عند العين هيحرقك جدا في عينيكي. ابتدي ارجه بس كده واخد منه شويه على القطنه. ريحته فظيعه، ريحته تحفه. دي استعمل البرايمر ده من ايفون اللي هو كان اسمه ماجيكس. البرايمر ده حلو جدا وكان بيتحكم معانا في الزيوت. هو ملوش علاقه بالمسام خالص، بس انا بستعمله كمان كمرطب كده. بحس ان هو بيخلي شكل الميك اب حلو وشكل الفاونديشن سموزي قوي تحتيه. فانا هستعمله عادي كده اكني بستعمل مرطب بالظبط، ماليش دعوه ان هو برايمر خالص. وانا رحت حطيت الفاونديشن بتاعي في فيديو تاني عشان في حاجه كده كنت عايزه اجربها. فوق هينزل لكم يا قبل الفيديو ده يا بعد الفيديو ده. اللي استعملت الفاونديشن ده من جوسي بيوتي اللي هو اسمه مادمازيل. الدرجه فيه بتاعتي رقم 200. وبعد كده هبتدي اعمل كونتور، وعايزه كونتور باين وواضح وصريح من الباليت دي بتاعت ميك اب فور ايفر. وهاخد اول حاجه الدرجه دي. ده بعد ما عملت كونتور شويه لبشرتي عايزه احط بلاشر. وهحط بلاشر من البلاشر ده بتاع شي جلام. هختار درجه اللي هي اسمها بيرث داي، مش عارفه رقمها كام بالظبط، هي اسمها بيرث داي يا بنات.
كده وابتدي احطها هنا وهنا ونقطة هنا ونقطة هنا عشان انا عايزة اتحول لاورنجاية كده. يلا بينا ندمج. بحب قوي الدرجات اللي على اورنج دي، والبنات اللي ما شافتش الريفيو بتاع باليت الكونتور دي هسيبهولك تحت في الديسكريبشن بوكس. شكل الفاونديشن خطير على البشره. الفاونديشن ده المفروض ان انا حطيته في ميه وجربته، لو ما شفتوش الفيديو هتلاقوه الفيديو اللي هينزل لكم قبل ده او الفيديو اللي هينزل لكم بعد ده، هتشوفوا الهاك دي عامله ازاي. دي هاك كانت على التيك توك وحبيت اجربها معاكم فعملتها في فيديو لوحده، وقلت عشان لو باظت ما تبقاش بوظت لي الفيديو. فبصراحه لقيتها حلوه جدا، هنزلها لكم في الفيديو اللي قبل ده او الفيديو اللي بعد ده على طول. بصوا شكل البشره بقى عامل ازاي. وبعد كده هاخد الاتنين كونسيلر دول من ايفون، الكونسيلر ده اللي هو اسمه ايفون ترو والكونسيلر ده اللي هو اسمه باور ستي. هعمل لهم ميكس ما بينهم هما الاتنين، وهبتدي احط مثلا كده اهو الدرجه دي غامقه عليا شويه، وهعادلها على طول بالدرجه الفاتحه عليا زي ما اتعودنا مع بعض. لو عندنا واحد غامق واحد فاتح عادي جدا ان احنا نعمل لهم ميكس مع بعض. والدرجه الفاتحه عايزه احطها هنا عشان ابتدي انور كل ده. الاماكن اللي انا عايزاها تكون فاتحه هحط فيها الدرجه الفاتحه لوحدها. كده هاخد الاسبونج الصغيره دي وابتدي ادمج كل حاجه في مكانها. ميزه الاسبونج الصغيره دي ان هي بتدخل في اضيق الاماكن زي ما انت شايفه، وبتدمج كل حاجه في مكانها بالظبط، بتبقى كده مثلثه وبتبتدي تدمجي بيها كل حاجه. الاسبونج دي كانت من عند بوسي، هي والاسبونشات اللي انا بستعملها كلها، وحتى الاسبونشات بتاعه شي ان هسيب لكم برده لينك الجروب بتاع بوسي تحت في الديسكريبشن بوكس. هعمل كده ميكس للدرجتين اهو مع بعض، وببتدي افردهم تحت العين. كده هاخد البودر بتاعتي من ارسبان وهاخد منها شويه كده وابتدي اثبت البشره كلها بالشكل ده. اول تثبيته للبشره زي ما اتعلمنا مع بعض بتكون بايد خفيفه جدا، بتحسسي كده على البشره، وبعد ما تحسي ان البشره خلاص ما بقتش ستيكي معاكي ابتدي اضغطي عادي جدا. بعد كده هاخد البرونزر بتاعي ده من كاتريس درجتي 030 ميديوم، وهبتدي بس ادفي البشره شويه بالشكل ده عشان ما تبقاش شبح كده. وهحطه كمان هو كبلاشر. هرجع تاني لباليت الاي شادو، ونفس الالوان اللي انا حطيتها فوق العين هحطها تحت العين. من نفس الباليت برضو هاخد الدرجه دي مع الدرجه دي، وهبتدي احط هايلايتر حاجه خفيفه قوي كده. ده هبتدي احط الماسكارا دي من سيبال 3 دي، هحطها في الرموش اللي تحت واتقلها شويه بالشكل ده. وبعد كده هاخد الجلو بتاع الجليتر وهحطه في اول المدمع بتاع العين، بس عشان عايزه احط خط جليتر خفيف جدا تحت العين. يعني هنا هحط الجلو كده، والناحيه التانية هحط الجلو كده عشان انا مش عايزه احط كحل جوه عينيا. هحط الجليتر كده، وبعد كده هحط روج احمر من ام ان الدرجه دي رقم 19. يا جماعه درجه الروج دي من ام ان يترفع لها القبعه بصراحه، الدرجه خطيره خطيره خطيره. الروج ده من ام ان رقم 19. بس كده خلصنا مع بعض الميك اب لوك. كان سهل وخفيف ولذيذ، ويعتبر ميك اب لوك
تقيل وقوي، تقدري تحضري بيه مناسبه، تقدري تعمليه لو انت عروسه. عملناه كمان بخطوات سهله جدا ونفذناه مع بعض بطريقه سهله جدا، وشكله في الاخر طلع حلو قوي. اي مكان كمان جبت منه اي حاجه سيبولي تحت في الديسكربشن بوكس، وهستنى كمان رايك في الميك اب لوك ده، تقولي لي ايه اكتر حاجه عجبتك وايه اكتر حاجه ما عجبتكيش. وممكن جدا لو انت مش حابه درجه الروج دي ممكن تغيريها باي درجه تانية، لان انا كمان بتبع نظريه قوي ان لو العين تقيله لازم الروج يبقى خفيف، وكمان العكس. مع الميك اب اللي انا عاملاه حاسه ان العين لذيذه، وكمان درجه الروج حلوه جدا 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 معاه. لو انت عندك مناسبه او انت عروسه او بتحبي الميك اب التقيل ممكن الميك اب ده يكون حلو جدا معاكي. بصي كمان شكل البشره عامل ازاي، بيرفكتو. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما خلصت عايزه اخرج، عايزه اروح فرح، عايزه اروح مناسبه، يعني صعبان عليا ان انا اخش دلوقتي امسح الميك اب ده. بس يا رب يكون عجبكم، وما تنسيش كمان تتابعيني على انستجرام وفيسبوك ويوتيوب على القناه الثانيه، هسيب لكم اللينكات بتاعتي تحت كلها في الديسكربشن بوكس. ولو عايزه اي حاجه تاني نجربها اكتبها لنا تحت في الكومنت، وهجربها معاكم ان شاء الله الفيديوهات الجايه. واشوفكم على خير فيديو جديد وميك اب لوك جديد ان شاء الله.